السلام عليكم ورحمة الله. لو أنت طالب ثانوية وتفكر تدخل كلية، أكيد في سؤال مهم جدا بيواجهك: أدخل كلية علاج طبيعي ولا صيدلة؟ في الفيديو ده هنعمل مقارنة شاملة بين الكليتين عشان نساعدك تاخد القرار المناسب. ملاحظة: أنا دلوقتي مش طالب في كلية العلاج الطبيعي، أنا دلوقتي شخص محايد هيعمل مقارنة بين الكليتين عشان أساعدك أنت تختار القرار الصحيح. نبدأ أول حاجة بالتعريف. كلية العلاج الطبيعي بتهتم بالتأهيل الحركي وتحسين صحة الجهاز العضلي والهيكلي عن طريق بعض التمارين العلاجية والعلاج اليدوي. أما كلية صيدلة فبتتعلم فيها تركيب الأدوية وتقديم الاستشارات الدوائية للمرضى. مدة الدراسة في الكليتين زي بعض، 5 سنين دراسة وبعدين سنة امتياز. بالنسبة للمواد، في العلاج الطبيعي هتدرس مواد زي التشريح والفسيولوجي والميكانيكا الحيوية أو البايوميكانكس والمسل تيست أو تقييم العضلات والتمارين العلاجية والعلاج المائي والعلاج الكهربي وحاجات تانية كتير. أما في الصيدلة هتدرس مواد زي الكيمياء وعلم الأدوية وعلم النباتات، وكمان بتدرس التقنية الصيدلانية. طيب خلينا نتكلم شوية عن تخصصات العلاج الطبيعي. بعد ما تتخرج ممكن تتخصص في بعض التخصصات زي العلاج الطبيعي الرياضي لتحسين الأداء الرياضي والوقاية من الأمراض، والعلاج الطبيعي للأطفال وده بيساعد في تحسين النمو الحركي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. العلاج الطبيعي لأمراض القلب والرئة وده بيساعد في تحسين التنفس وتحسين صحة القلب خصوصا بعد الجراحات والأمراض. وكمان العلاج الطبيعي العصبي وده بيختص بتأهيل مرضى الجلطات الدماغية وكمان التأهيل العصبي. وآخر حاجة العلاج الطبيعي للمسنين وده بيهتم بتحسين حركة كبار السن وتقليل ألم المفاصل. ومن ناحية تانية كلية صيدلة بتضم أقسام متنوعة زي قسم الكيمياء الحيوية اللي بيدرس التفاعلات الكيميائية داخل جسم الإنسان، وقسم الصيدلانيات اللي بيتعلم فيه الطلاب ازاي يعرفوا يركبوا الأدوية، وقسم الأدوية والسموم لدراسة تأثير الأدوية والسموم على جسم الإنسان، وكمان قسم الكيمياء الصيدلية اللي بيركز على تطوير وتصميم الأدوية، وآخر حاجة قسم الميكروبيولوجيا والمناعة واللي بيركز على دراسة الجراثيم والفيروسات وكيفية مكافحة العدوى. دلوقتي خلينا نتكلم عن مميزات وعيوب كل كلية. مميزات كلية العلاج الطبيعي: التواصل المباشر مع المرضى ومتابعة تقدمهم، وكمان الطلب المتزايد على المتخصصين بسبب ارتفاع الوعي الصحي، وإمكانية العمل في مجالات كتيرة زي المسنين والأطفال والرياضة والعظام وغيرها. وزي ما في مميزات أكيد في عيوب. من عيوب كلية العلاج الطبيعي العمل الشاق والمتعب بدنيا أحيانا، وكمان التحديات اللي بتواجه خريجي العلاج الطبيعي زي التطوير المستمر لمواكبة التقدم العلمي في المجال. وكمان من العيوب إن في بعض المناطق ما زالت محدودة في توفير فرص عمل. نيجي بقى لمميزات كلية الصيدلة: فرص عمل واسعة في كتير من المجالات زي التسويق الدوائي والبحوث أو المستشفيات أو إنه يفتح صيدلية. وبالنسبة للشغل في المستشفيات ده بيكون خاص بقسم فارم دي كلينيك اللي ممكن نعمل فيديو نفرق بين الكلينيك والفارم دي العادي، لو حابين اكتبوا لنا في التعليقات. وكمان من المميزات الطلب المستمر للأدوية اللي بيضمن فرص عمل مستقرة، وكمان إمكانية العمل في الشركات الدولية أو المحلية. بالنسبة لعيوب كلية الصيدلة: التكرار الروتيني لبعض الصيادلة في الصيدليات، وكمان المنافسة العالية في سوق العمل. بعد التخرج إيه هي فرص العمل؟ خريج العلاج الطبيعي ممكن إنه يشتغل في المستشفيات أو مراكز رياضية أو يفتح عيادته الخاصة. في المقابل كلية الصيدلة أو خريج كلية الصيدلة ممكن يشتغل في المستشفيات برضو ولكن خاص بفرع الكلينيك، وكمان ممكن يفتح صيدلية أو يشتغل في الشركات الدوائية. في النهاية القرار ليك. لو بتحب الحركة والتواصل المباشر مع المرضى يبقى العلاج الطبيعي هيكون
اختيار رائع بالنسبة لي. أما لو شغفك في الكيمياء والأدوية فالصيدلة هي مكانك. فكر كويس واختار اللي يناسب طموحاتك وأهدافك. ما تنسوش تكتبوا في التعليقات انتوا حابين تدخلوا كلية علاج طبيعي ولا صيدلة، ولو محتاجين أي استشارة أو استفسار اكتبوه في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.